كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. بيبدأ فيلمنا مع كيفن وبيكون مع صديقه داني داخل الاستاديو، وبنعرف انه ممثل كوميدي وشخص مشهور وبيستعد لمقابلة تلفزيونية. لكن كيفن بيكون عنده احساس تاني مختلف وعاوز يطور من نفسه، وبيتعصب على الاعلاميين لما اتريقوا عليه، وده علشان كيفن قال لهم انه هيطور من نفسه وبيستعد لتمثيل فيلم اكشن رغم انه ممثل كوميدي. لكن بيتمادوا في طريقتهم عليه، فبيخرج كيفن من الاستاديو وهو متضايق وبيحاول يوقفوا صديقه داني وبيفهموا انهم مجرد معجبين بيه، ولو مرجعش للاستديو تاني وعرفهم انه كان بيهزر هيخسر جمهوره وشغله. لكن مش بيهتم كيفن لكلامه وبيسيبه ويمشي. وتاني يوم بيشوف كيفن اخبار من الاعلام ان اللي حصل منه كان مجرد انهيار وبيمر بظروف صعبه. وقتها بيتصل بيه داني وبيعرفه ان الاستديو استغنى عنه وازال المنشورات الاعلانيه الخاصه بيه بسبب عصبيته. وبيفتكر كيفن انه بالشكل ده خسر شغله نهائي، لكن بيعرفه داني انه لسه معاه فرصة وإن المخرج الكبير كلود فان طلب مقابلته. وبترجع الابتسامة تاني لكيفن وإن عنده إحساس هيشتغل مع المخرج في أفلامه الأكشن. وبعد ما بيروح يتقابل مع فان بيعرفه إنه معجب بيه وعاوزه يشتغل معاه ويكتشف خبراته ومهاراته. وبيكون كيفن مبسوط وبيعرفه إنه مستعد وجاهز للتمثيل. لكن بيقول له فان إن فيلمه الجديد أكشن عنيف ومحتاج بعض التدريبات، لكن بيصر كيفن على كلامه وإنه مستعد. فخده فان معاه وطلب منه اختبار بسيط وهو بينط من مسافة مرتفعة، لكن ما قدرش كيفن وفشل في الاختبار بسبب خوفه. بعدها بيوافق على كلام فان وبيقرر ينضم لمدرسة نجوم الأكشن وبيتعلم بعض التدريبات. وهو في الطريق بيتصل بيه صديقه داني وبيطلب منه يرجع عن اللي بيعمله، لكن طبعا بيصر كيفن على كلامه وعاوز يكتشف نفسه ويطور من حياته. وبعد ما بيوصل لمكان التدريب وبيدخل المستودع، أخد باله من مجموعة أشخاص بيتعاركوا مع بعض، وافتكر كيفن إنه جزء من التدريب وحاول يلفت انتباههم وعرفهم انه شخص قوي وعاوز يتعارك معاهم. لكنه بيتفاجئ بضربة على راسه بتفقد الوعي. ولما بيفوق تاني بيرحب بوجوده المدرب روني وبيعرفه ان ده كان مجرد جزء من الدرس الاول ولازم يتقبل اي حاجة هتحصل له علشان يتعلم. بعدها اقترح عليه روني ياخده في جولة داخل المستودع علشان يفهمه بعض الاساسيات، وبيعرفه انه اغلبية نجوم الاكشن المشهورين اتخرجوا من عنده بعد تدريبهم. وكمان بياخد منه موبايله وعرفه ان القاعدة الاولى ممنوع استخدام الموبايل لحد ما يتخرج من المدرسة. بعدها بيعرفوا على الأوضة الخاصة بيه وبيفهموا بعض التعليمات اللي هينفذها. وتاني يوم بيبدأ روني في تجهيز أول اختبار لكيفن وبيعرفوا إن المشهد عبارة عن مبنى بيتحرق وإنه هيتقمص المشهد بدور العميل هارت من الشرطة وهيدخل المبنى علشان ينقذ شخص من الحريق. ولما بيدخل كيفن علشان ينقذ الدمية بيكون مش قادر يواصل بسبب سخونة المكان وانعدام الأكسجين. في نفس الوقت بتوصل بنت اسمها جوردان علشان تنضم للمدرسة وتتعلم بعض التدريبات، وبياخد باله كيفن منهم وهم واقفين مع بعض. ولما بيخرج من المبنى بينقذ رون بطفية الحريق وبيتعصب كيفن عليه بسبب اللي حصل معاه. ولما بيعرف منه ان جوردان هتنضم للفريق بيتضايق اكتر علشان قابلها بلطافة ومن غير ضرب ولا تدريبات عنيفة. بعدها بتنضم جوردان لكيفن داخل الأوضة بتاعته وطلب منهم روني يتبعوا التعليمات ويرتاحوا فترة علشان يبدأوا الاختبار الجديد. وبعد ما بيخرج بيتكلم كيفن مع جوردان وبيعرفها ان روني شخص غامض وانه اول ما وصل للمكان لاحظ ان في اشخاص كانوا بيتعاركوا معاه بسبب قتل واحد منهم، وان بسببه ضربوا على راسه علشان يتخلص منه لانه عرف الحقيقة. بعدها بيبدأ الاختبار الجديد وبيفهمهم روني على سكريبت المشهد وانه هيكون في قتال بينهم. وكالعادة بيكون كيفن مش مركز وبيحاول يستوعب المشهد علشان يقدر ينجح في الاختبار، لكن بياخد ضربة قوية من جوردان وبيحاول يسيطر على نفسه. وبيروح يتكلم مع روني وبيعرفه انها زي بروسلي وصعب يتعارك معاها، لكن بيساعد روني بسكينة وهمية علشان يقدر يتخلص منها. وبيرجع تاني كيفن يكمل قتاله معاها، لكنه بيصيب جوردان في ايديها بالسكينة وما كانش يعرف ان السكينة حقيقية وانها مجرد وهمية. لكن عرفه روني انها قابلة للسحب وشبيهة للحقيقية وطلب منه يسمع كلامه ويرجع لغرفته وما يقربش من المكتب بتاعه ولا يدخله. وتاني يوم بيروح كيفن يعتذر لجوردان عن اللي حصل وانه ما كانش قصده، واتكلم معاها تاني بخصوص روني وان هو السبب في كل اللي بيحصل وعاوز يخلص منه وبيعتقد انه جه المكان الغلط ولازم يمشي. لكن بتقوله جوردان انه غلطان وكل اللي في دماغه مجرد وهم، وعلشان يكون بطل ويوصل لحلمه لازم يشتغل بجدية وما يخافش من حاجة ويتحدى نفسه. بعدها بيجهز لهم روني مشهد بكرومة خضراء لإضافة بعض التأثيرات ومطلوب منهم يوقفوا القنبلة، وبالفعل بيقدر كيفن يفصل القنبلة. وأثناء المشهد بيتقطع واير السلك، وقتها بيخاف كيفن وبيطلب
بتطلب من جوردان تنقذه وبتحاول تطمنه انه قريب من الارض ومش هيحصل له حاجه. وفي نفس الوقت بنشوف المخرج كلود فان وهو بيتابع كل حاجه بتحصل داخل المستودع من خلال الكاميرات، وبيكون متضايق علشان كيفن مش هيتعلم تمثيل الاكشن بسهوله. واثناء فتره الراحه بيعرفهم روني ان النور هيفصل ولازم يناموا. وبعد ما بيمشي بيكون كيفن شاكك فيه وبيقترح على جوردان انه لازم يروح مكتبه ويكتشف فيه اي حاجه ممكن تكون ضده واثبات علشان يبلغ الشرطه. وبالفعل بتوافق وبيقدر يفتح الباب وبيروح لمكتبه. وقتها روني بيكون خرج من المستودع وبيروح يتقابل مع المخرج كلود فان علشان يتفرج على المشاهد اللي تم تصويرها. وبرغم ان كيفن ما يعرفش انه بيتم تصويره بيكون معجب المخرج بالفكره علشان كيفن بيمثل باسلوب واقعي حقيقي ومن خلاله هيقدر يحقق هدفه وينجح الفيلم. وبيلاحظ روني من خلال الكاميرا ان كيفن وجوردان بيحاولوا يدخلوا مكتبه، فبيستأذن من المخرج انه هيمشي علشان تعبان وعاوز يرتاح. وبيكون كيفن قدر انه يلاقي صندوق صغير في مكتبه فبياخده وبيرجع لأوضة نومهم قبل ما يتمسك. ولما بيرجع روني للمكتب مش بيلاقي حد فيه وبيروح لأوضة نومهم وبيكون متعصب عليهم بسبب اللي عملوه وانه فاهم عاملين نفسهم نايمين علشان اللي عملوه، وهيحاول يعرف اللي اتسرق من المكتب وهيعاقب كيفن بعدها. وبعدها قبل التدريب بيقدر كيفن يفتح الصندوق وبيكون فيه سلسلة واعتقد انها خاصة بالشخص اللي قتل روني، وطلبت منه جوردان يخبيها معاه علشان لو عرف هيعاقبه. وبيكون روني في انتظارهم وبيعرفهم ان التدريب مختلف عن اي تدريب تاني، وبيكون محضر لهم شخص اسمه جوج هيساعدهم في التدريب. وبيعرفهم جوج انه من خلال المدرسة اتعلم منها اساليب كتير وكانت السبب في نجاحه وشهرته. وبيستغل كيفن بعد روني عنهم وبيعرف جوج بكل اللي بيحصل وانه متسبب في جريمة قتل وسرق منه سلسلة الشخص اللي اتقتل علشان يثبت بيها جريمته. وقتها بيقاطع روني كلامهم وبيسأل جوش عن أحوال بنته لكنه حزين علشان كان مجهز سلسلة باسم بنته لكنها اتسرقت. وكان كيفن مش فاهم اللي بيحصل من كلام روني. بعدها بيبدأ التدريب وبيكون المشهد عبارة عن تبادل إطلاق النار. ولما بيرجع كيفن للغرفة علشان يستعد إنه يهرب من المكان في اعتقاده إنه تبادل النار هيكون برصاص حقيقي علشان روني يتخلص منه لأنه شاهد على جريمته. وطلب من جوردان تهرب معاه لكنها رفضت وعرفته إنها عندها حلم ولازم توصل له. فبيودعها كيفن وبيخرج من المكان من غير ما حد يلاحظ وبيحاول يدور على عربيته لكنه بيلاقيها واقعة من على الصخرة. فبيقرر يهرب عن طريق الغابة وهو في طريقه بيتقابل مع شخص عملاق بيصلح العربيات. فبيعرفه الشخص ده انه ممنوع يدخل المكان ويتعدى على ممتلكات غيره، لكن كيفن وضح له انه ما اخدش باله من اليافطة ومحتاج منه مساعدة. وبالفعل بيروح يتصل من خلال التليفون مع صديقه داني وبيحكي له كل اللي حصل وان روني عاوز يقتله، لكن بيقول له داني انه مجرد اوهام وهو بيتخيلها. واثناء المكالمة سمع كيفن حد بيطلب المساعدة، ولما بيخرج بيعرف ان العربية وقعت على الشخص العملاق وبيحاول انه ينقذه لكن ما بيقدرش. ولما بيعرف انه فقد وعيه وهيموت بيقرر انه يتحدى نفسه، وبالفعل قدر انه يرفع العربية وينقذه. وبيعرفه الشخص ده انه كان السبب في انقاذه وهيساعده باي حاجة يطلبها. وبيسأله كيفن لو كان يعرفه او شافه قبل كده لكن قال له انه ما يعرفوش. وقتها قرر كيفن يعرفه انه اسمه العميل هارت وطلب منه مكان مختصر للرجوع لمدرسة روني وساعده بموتوسيكل علشان يقدر يوصل بسرعة. واول ما بيخرج من الغابة بيظهر اعضاء التصوير واكدوا انهم حصلوا على المشهد بالكامل. وبعد ما بيرجع للمستودع بيسمع صوت جوردان وبيدخل بسرعة وبيشوف جوج وهو بيضربها بالنار واعتقد انها ماتت وبيتعصب على جوج لكن بيكون مستغرب وبيعرفه انه مجرد تمثيل ومفيش رصاص حقيقي. وبدأوا يضربوا عليه نار علشان يتأكد لكن بتخرج رصاصة حقيقية من مسدس روني. وهنا بيتأكد كيفن انه عاوز يقتله وبيحاول يتعارك معاه لكن بيفض بينهم جوج الاشتباك وان كل اللي بيحصل مجرد تمثيل. بعدها بيخرجوا كلهم مع جوج علشان يسلموا عليه قبل ما يمشي وبيعتذر روني لكيفن وان كل اللي بيحصل مجرد تمثيل وبيتصالح معاه. بعدها بتعرفهم جوردان بان في حاجة بتحصل مع جوج وان في اشخاص وقفوا عربيته وفجأة بينضرب عليه صاروخ وبيفجر عربيته. وطلب منهم روني يرجعوا للمستودع ويقفلوا الباب. وبتنفعل جوردان على روني وبتقول له ان اللي حصل مش موجود داخل اي مشهد في الفيلم وان جوج مات حقيقي. وبيعرف منها كيفن انها تبع المخرج وبتقول له ان في كاميرات في كل مكان علشان يصوروا من غير ما حد ياخد باله باسلوب الطبيعة. وبيوصلوا بعض الاشخاص وبيضربوا عليهم نار وبيروح كيفن لروني وبيعرف منه انه كان السبب في قتل تاجر مخدرات علشان كده بينتقموا. وطلب منه كيفن يخرج لهم ويسلم نفسه ويديهم السلسلة ويتحلى بالشجاعة ومحدش منهم هيقتله. ولما بيخرج روني وبيحاول يتكلم معاهم بيقتلوه. وقتها طلب كيفن من جوردان يهربوا لكن بيتقابلوا مع افراد العصابة
العصابة، وبعد قتال عنيف بينهم بيقدر كيفن ينقذ جوردان. بعدها بيكملوا طريقهم في الهروب، وبتواجههم مسافة مرتفعة وبتقدر تتخطاها جوردان، وبتحاول تطلب من كيفن انه هيقدر ولازم يتحدى نفسه، لكن وقتها بتتصاب برصاصة من رئيس العصابة، وبيكون في سنجاف في الغابة بيقدر من خلاله يتعارك معاه. وأثناء القتال بيفتكر كلام جوردان وإنه بطل حقيقي ولازم يتحلى بالشجاعة، وبالفعل بيقدر يتغلب عليه ويتخطى المسافة المرتفعة، وبيروح لجوردان وبيحاول إنه ينقذها، لكن بيفهم إنها ماتت وبيكون حزين بسبب اللي حصل. لكن وقتها بيظهر أعضاء التصوير وبيحيوه على المشاهد المبدعة اللي صوروها. وقتها بيفهم كيفن إن كل اللي حصل كان مجرد تمثيل مش حقيقي، لأن المخرج كلود فان كان محتاج مشاهد واقعية. وقتها بيتم الموافقة على الفيلم وبينجح، وبيهنوا كيفن على نجاحه في الفيلم الجديد. وبكده يا صديقي يكون خلص فيلم النهاردة، فما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجاية. ولو في فيلم عاوزنا نلخصه اكتبه تحت في التعليقات. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. سلام.